ده لشعب الجزائر أصحاب القلوب الرحيمة. والنبي يا جماعة تبعتوا شوية مناديل للمغاربة عشان لسه بيعيطوا لحد دلوقتي، عمالين يعيطوا ويبربروا ويصيحوا ويسحوا من ساعة أفريقيا يا جماعة. مش عايزين يوقفوا، مش عايزين ينسوا. مش فاهمة في إيه يا جماعة. احنا نسيناكوا، احنا نسيناكوا يا مغاربة خلاص. مجرد ما البطولة خلصت احنا نسيناكوا. مجرد ما ماتش الأهلي والجيش الملكي خلص احنا نسيناكوا خلاص. موضوع عدى خلاص، بقى نشوف بقى ايه اللي بعد كده. انما انتوا لسه بتعيطوا يا جماعة. انا كل شويه الاقي كومنتات شتايم ورسائل شتايم. ده احنا في رمضان، في رمضان مش مراعيين خالص، مش مراعيين حرمه شهر الكريم ولا اي حاجه. بجد كميه الشتايم اللي بتيجي في الرسائل في الكومنتات حاجه، يعني حاجه سخيفه قوي، حاجه مريضه قوي. يا جماعه ما تفوقوا شويه. يا شعب الجزائر، يا شعب الجزائر، ابعتوا لهم مناديل، دول لسه بيسحوا. يعني لموا مساعدات وابعتوا لهم شويه مناديل يا جماعه. ما ينفعش، دول لسه بيعيطوا لحد دلوقتي. طب هتخلصوا عياط امتى؟ مش عيب عليكم؟ مش عيب؟ انتوا مصممين تتبعوا مبدأ قلة الادب ليه؟ صور منتهى القذاره ومنتهى قله الادب ومهينه لحسين الشحات والمصر وامام عاشور ولاعيبه كتير جدا بتتهزق وبتتهان. صور وكوميكس وحاجه اخر مسخره. خلاص احنا عديناكم يا جماعه، انسوا بقى، فوقوا بقى. يعني انا عارفه انها بتوجع، احنا عارفين كلنا انها بتوجع، بس بطوله حرام ربنا مش كاتبها لكم. طب نعمل ايه؟ السنغال لبكوا على قفاكم وخلاص. احنا ذنبنا ايه؟ احنا من هي السنغال تلبكوا على قفاكم وانتوا جايين تشطروا علينا احنا وعمالين تقعدوا تشتموا. احنا لو عايزين نسخف ونشتم احنا ما بنشتمش. احنا بنتريق عليكم، بنسخف كده يعني، بس احنا ما بنشتمش ومش بنقل ادبنا. انتوا بس فالحين في شتايم وقله الادب، وبلد الرقاصين وبلد فيفي عبده ويا ولاد فيفي عبده. طب انت وهو واحد فيكم يقدر كده يقف قدام طنط فيفي عبده ويقول لها كلمتين؟ دي كانت لعنه سلسفين اللي خلفوك لحد 7 جد. بلاش تندبوا طنط فيفي عشان لو حضرت هتشلوحكوا. انتوا ما شفتوش عملت ايه في الاخوان طنط فيفي دي. بلاش تندبوها عشان لو حضرت هتزعلوا كلكم. فيا جماعه استهدوا كده بالله وروقوا، واعرفوا ان احنا في شهر كريم، شهر مبارك. حرام وعيب اللي انتوا عمالين بتعملوه ده. الموضوع بقى سخيف وقله ادب زياده عن اللزوم. اتقوا الله ان احنا في شهر كريم. عدوا رمضان طيب وتعالوا بعد العيد ان شاء الله ونكمل مع بعض، وساعتها سدوا بقى قدام لو رجاله. وحته كمان بقى عمالين تكاكوا ان احنا بين المصريين والشعب الجزائري في روح حلوه الفتره دي، يعني عمالين تكاكوا عليها قوي وتقولوا المصريين عمالين يطبلوا للجزائريين والجزائريين عمالين يطبلوا للمصريين. طب وانتم زعلانين ليه؟ انتوا ايه اللي مزعلكم؟ طب خوا ودي مسنغال يا ولاد الصفرة وحراميه الفوت. ولو في حاجه تاني يعني ابقوا تعالوا بعد العيد بقى، تعالوا بعد العيد واحنا هنظبطكم، بس حرام في رمضان. لو كان عندك أصل أو تربية لما خرجت تلهثين خلف اللايكات وتتاجرين بفتن الشعوب. النساء الحرائر مكانهن البيوت وتنشئة الأجيال، لكن يبدو أنك تفتقدين لرجل يضبطك في بيتك، أو أنك فعلا بنت شوارع ولقيطة تبحث عن هوية وانتماء بالتمسح في أسيادك. المنادل التي تطلبينها من الجزائر للمغاربة وفريها لنفسك، لأن رائحة عفن أصلك فاحت، أو تبرعي بها لمن يسكنون المقابر والشحاتين في شوارعك، فهم أولى بصدقتك. أما المغرب فهو صعب عليك وعلى أمثالك، وتأشيرته لن تقدرين عليها، فمكانك الطبيعي في البرك والآجام، والفرق الوحيد بينك وبين الضفدع أنك تتكلمين. سواء كانت هناك مشاكل بين المغرب والجزائر أو لم تكن، فما دخلك أنت يا عديمة الأخلاق؟ خذي منادلك وامسحي بها غبارك أمام هبل في الصحراء. فمن كان بيته من زجاج وأصله من ضياع لا يتطاول على كرامة الأسياد. القناع سقط، والحقيقة أنك مجرد حثالة تبحث عن ترند رخيص في شهر كريم. أتمنى أن يصلك هذا الكلام.